السؤال ده بقى من الأسئلة الكويسة جدا. انت ليه بتشرح او بتقول اكتر من طريقة في نفس التوبيك؟ يعني مثلا في النافيجيشن لما جينا نتكلم عرفتكم ازاي نستخدم النافيجيشن العادية بتاعت فلاتر، وبعدين شرحت لكم الجو راوتر. في اللوكال ستورج شرحت لكم الشيرد بريفرنس، وشرحت لكم الفلاتر سكيور ستورج، وشرحت توبكس تانية. طبعا رقم واحد، عشان يبقى عندك معرفة بكل التولز اللي ممكن تعمل بيها الحاجة. لما تبقى عارف ازاي تطبق الحاجة بأكتر من طريقة، وتعرف ايه الطريق ايه الأصح فيهم، او تاخد امتى تشتغل بأصح حاجة فيهم. زي مثلا الفلاتر سكيور ستورج ده، عرفتكم ايه الحاجة الصح اللي المفروض احفظها في ايه الداتا الصح اللي المفروض احفظها فيه، وان مش صح ان انا اروح في الشيرد بريفرنس. ووريتكم ازاي الداتا بتبقى ظاهره واي حد بيقدر يوصل لها لو هي في الشيرد بريفرنس عندك. يعني اي حد بيقدر يوصل للمسار ده، وده طبعا حاجه خطر. فزي ما قلت لك انك تبقى عارف اكتر من حاجه. طيب تاني حاجه بقى، خلينا عمليين. يعني انت مش عارف انت مش كل البروجكتس انت تبداها من الصفر. يعني انت مثلا مش هتروح كل ما اول ما تروح الشركه جديده يقولك تمام اعمل لنا بروجكت كذا، لا، ده انت هتروح على بروجكتس موجوده. فبافتراض مثلا ان انت عارف الجو راوتر في النافيجيشن، رحت لقيت مثلا الشخص اللي كان شغال او الديفلوبر اللي كان شغال قبلك او اللي شغال معاك شغال بالنافيجيشن العاديه. هل هتقول له لا لازم تغير لي كل حاجه عشان اعرف اشتغل؟ هيمشوك. لازم تبقى فليكسيبل وعارف طرق تانية. طبعا انت لو مش عارف الحاجه تقول له لا انا هتعلمها وتكمل فيها. فزي ما قلت لك انت مش عارف الشخص اللي انت هتشتغل بعده على البروجكت بيشتغل بتولز ايه الطريقه الفلانيه اللي هو بيشتغل بيها. ما انتش عارف مثلا بروجكت فريلانس انت هتاخده كان شغال ازاي، او ايه التولز اللي موجوده فيه، او الطرق اللي هو شغال بيها، او الباكجز اللي هو شغال بيها. زي مثلا قدام لما هنشرح الستيت مانجمنت هتلاقيني بشرح لك طريقه او اتنين وتلاته. ليه؟ عشان انت زي ما قلت لك عندنا كل حاجه ممكن تتعمل باكتر من طريقه. كل حاجه في المجال بتاعنا دي ليها اكتر من طريقه. فكل ما عرفت طرق اكتر كل ما كانت قابليتك في القبول اكتر. يعني انت وانت بتعمل انترفيو هيجي يسالك، هيقولك اشتغلت بتستخدم نافيجيشن ايه. لو انت عارف النافيجيشن العاديه بس بتاعت فتره تقول له النافيجيشن العاديه. هقولك طب والجو راوتر؟ هتقول له لا ما استخدمتهاش. طب حتى ممكن تقول له لا انا عندي استعداد اتعلمها، بس في ديفلوبر غيرك هيقول له اه استخدمتها واستخدمت العاديه. فطبيعي يبقى مين اللي اولويته ان هو يتقبل اكتر؟ اللي عارف اكتر من حاجه. لان بيبقى معروف ان الراجل ده السكيلز عنده اعلى، عن النولج عنده اعلى، فليكسبل اكتر في التعامل مع الحاجات، مش رابط نفسه بحاجه واحده بس. فده كان فيديو النهارده، وده زي ما قلت لكم اللي هنكمل بيه على مدار الكورس بتاعنا. هحاول اعرفكم تولز على قد ما اقدر، باكجز على قد ما اقدر، بحيث ان انت تدخل الشركه ما تحسش ان في حاجات كتير انت مش عارفها. طبعا وارد وطبيعي انك تقابل حاجات مش عارفها مهما كان الليفل بتاعك، بس كل ما كان قدرت تقلل الجاب دي اكتر كل ما كان افضل. بس اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.